السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بكم مزيانين ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنشارك معكم هاد المملحات، الفطائر اولا لي سوشون كيجيو غزالين وبلا دليك بلا حتى شي حاجه. العجينه كتجي مرمله وساهلين ان شاء الله مع رمضان، وهذا اكيد كتبغوا هاد المملحات وكتبغوا تنوعوا في الماكله ديالكم. مهم بقاو معايا باش تشوفوا المقادير ولي ديتاي كامله. دونك اول حاجه غنبداو بها هي الدقيق. غنحتاجو 3 الكؤوس ديال الدقيق عبروا بكاس ديال العنبه البنات باش كيجيكم المقادير هما هادوك. غادي نضيفو عليهم معلقه صغيره ديال الخميره ديال الدار ديال الخبز، ومعلقه صغيره ديال الملح، وجوج معالق صغار ديال السكر السنيده، وغنضيفو كاس ديال الماء. غنديروا الزعتر نسمو به، نتوما الا كانت عندكم نتوما بودر ديروها. وهنا ضفت كاس دافي ديال الماء، تقدروا تعوضوه بالحليب. وهنا كاس الا الربع ديال الزبده مذوبه، وانتوما تقدروا ديروا الزيت، حتى الزيت كيجي غزال. هنايا غادي نجمعوا العجينه غير برؤوس الاصابع ديالنا، ما تدلكوها ما حتى شي حاجه. فوالا كيفاش كتجي مرمله بحال العجينه ديال صابلي. صافي هنا غادي نخليوها ترتاح وندوزو نصايبوا الحشوه. هنا البنات غادي نحتاج البصله مشلضه، فلفل اخضر، والخيزو، والقرعه الخضراء محكوكه. وغادي نصوطيهم في واحد المقيله فقط. غادي نضيف الابزار والملح وشويه ديال الزعتر باش نسمو. صافي وغادي نصوطيوهم. نتوما البنات تقدروا ديروا اي حاجه بالنسبه للحشو، كيبقى اختياري. تقدروا ديروا الجبن والزيتون الكحل مع الزعتر حتى هو كيجي غزال. هنا غادي نضيف قبيصه ديال شويه ديال الزعتر. صافي وغندوز هنايا العجينه ديالي، غادي نلقاها ارتاحت مزيان، وغادي نبسطها ما بين جوج ديال البلاستيكات باش كتجيني ساهله. غادي نبسطها بالمدلك. فوالا صافي البنات غادي ناخذ واحد الساكل على حساب نتوما كيفاش بغيتوهم، واش صغيورين ولا كبار. هنا انا خدمت بهذا الساكل هذا، وغادي نبدا نطراسي في الدوائر ديالي اللي غادي ندير فيهم الحشوه ان شاء الله. فوالا البنات فاش كنديروهم ما بين جوج بلاستيكات فكيتهزوا ساهلين وما كيما حنونه ما حتى شي حاجه. هنا ضفت على هذيك الخضره ديالي صوتي، ضفت عليها الطون، وغادي نضيف عليها الزيتون اسود مقطع. تقدروا تضيفوا نتوما اللي بغيتو، كورنيشو اللي بغيتو. المهم الحشوه كتبقى اختياريه، فقط خذوا غير المقادير ديال العجين. وهنا البنات غادي نبدا باول وحده. كيفاش الطريقه غادي نصايبها؟ غادي ناخذ شويه من الحشوه ديالي، ضفت عليها فيرميسيل، وغادي نبدا ندير بشويه بشويه، وكنسدها هكا بصبيعاتي من الجنيبات. كناخذ واحد الفورشيط وكنبدا نضغط عليها من الجوانب باش ما تحلش ليا. نضغط عليها من الجوانب بالفورشيط. صافي وهذه هما لي سوشون ديالي. فوالا كيفاش كيجيو. وغنعاود معكم وحده اخرى باش تفهموا مزيان. مهم البنات الفيديو راه كيشرح نفسه، نتوما تبعوا غير الطريقه ديال العجين وكيفاش كنصايبوهم ونسدوهم. كاينين البنات بزاف اللي كيقولوا انهم كيتحلوا ليهم في الطياب. ها نتوما غتشوفوا السر باش انهم ما يتحلوا ما حتى شي حاجه. مع العلم اننا ضفنا معلقه صغيره ديال الخميره للعجين. هنا غادي نعاود معاكم وحده اخرى باش تفهموا مزيان. فوالا انا هنايا اكسبري ما بغيت لا نزرب الفيديو لا حتى شي حاجه، كونكو باش تفهموا مزيان وتشوفوا الطريقه كيفاش كنعمروهم وكيفاش كنضغطوا عليهم من جنيبات. فانا هنا كنسد العجينه عادي، ما كندير لا بيض لا العجينه واحده اخرى لا حتى شي حاجه. صافي وكنضغط عليها بالفورشيط مزيان من الجوانب. فوالا البنات
فوالا كيفاش كيجيو وما كيتحلوا ما حتى شي حاجه. المهم البنات هادو هما لي سوشون ديالي. غادي ناخذ واحد العود ديال الشواء ونثقبهم كاملين. كندير واحد التقيبه بسميتو باش كيتنفسوا باش كنخليو فين يتنفسوا فين يطيبوا باش ما كيتفرقعوش. وهنا غادي ناخذ صفر ديال البيض وندهنهم كاملين. ضيفوا الصفر ديال البيض واحد نقيطه ديال الخل باش كتحيد لينا ديك الريحه ديال الزفوريه. وهنا البنات كيبقى الطريقه ديال التزيين. شوفوا نتوما اشنو بغيتو. هنا درت ليهم الخشخاش من الفوق صافي وغادي ندخلهم للفران ديالي. بالنسبه الا بغيتو ديروا فروماج من الفوق بغيتو ديروا جلجله الكحل المهم اللي يعجبكم كيبقى داكشي اختياري اولا ديروا لوز ايفيلي ولا شي حاجه فحال هكا. المهم غادي ندخلهم فران على درجه حراره منخفضه. انا عندي فران غازي غنخليهم يطيبوا على خاطرهم. وكان هذا هو لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى ينال اعجابكم وكنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بلي جام ولي كومونتير ديالكم. هذا من باب التشجيع والتحفيز. المهم كان هادو هما الفيديو ديال اليوم. تلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.